هذا العدو المشترك بوسعه أن يقرب بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة رغم خلافاتهما. تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أصبح يمثل تهديدا صريحا في المنطقة. هيمنة الجماعة المتشددة على جزء من سوريا واستيلائهم على مدن عراقية يقلق طهران، خاصة بعد سقوط محافظة ديالى الحدودية مع إيران في أيديهم. الرئيس الإيراني حسن روحاني تحدث عن إمكانية تعاون مشترك بين البلدين. على جميع الدول التوحد ضد الإرهاب. الولايات المتحدة لم تقرر بعد، لكن إن قامت بعملية ضد الإرهاب فمن المتوقع أن نتعاون معها، لكن الولايات المتحدة لم تتحرك بعد. الولايات المتحدة لم تعلق على هذا المقترح، فواشنطن تخطط لشن ضربات جوية دون إرسال قوات على الأرض. لن نرسل بقوات أمريكية للقتال في العراق، لكنني طلبت من مسؤولي الأمن القومي الإعداد لجملة من الخيارات التي يمكن أن تساعد وتدعم القوات العراقية. تعاون عسكري مشترك بين الولايات المتحدة وإيران فرضية لم تكن مطروحة في الماضي القريب، لكن اعتلاء حسن روحاني للسلطة وانفتاحه على الغرب منذ حوال العام غير جميع المعطيات. فبعد 34 عاما من انقطاع العلاقات الدبلوماسية بادر روحاني بتوجيه رسالة لأمريكا، ثم تحدث هاتفيا مع أوباما، وبدأت المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي تشهد انفراجا. لكن حتى وأن وحدهم الملف العراقي تبقى المواقف من الوضع في سوريا تفرقهم، فطهران تساند الرئيس بشار الأسد وحزب الله، العدو اللدود لساكن البيت الأبيض.